زنجة زنجة بيت بيت دار دار، هكذا فعل الثوار مع القذافي وابنه سيف الإسلام. هكذا أطاح الشعب الليبي الجميل مع الشعوب العربية التي تحاول الآن تحرير العواصم العربية بالطغاة في الوطن العربي. نتمنى أيضا أن ننتبه إلى سؤال الوعي، لأن التحديات القادمة الخارجية والداخلية ستكون كبيرة. ولكن بيت بيت زنجة زنجة دار دار، ماذا حدث منذ ثورة 17 فبراير إلى الآن؟ الكواليس بالصور وتحقيقات استقصائية مع كتابة روائية جميلة. هذا هو كتاب الكاتب الصحفي أيمن السيسي. أهلا بك أيمن. اهلا وسهلا. نورني وسعيد بيك. لقائنا لسه كان من أسابيع عن رحلتك الاستقصائية والصحفية في الصومال. وهذه الحلقة الآن كتابك ثورة 17 فبراير والوجه السري للقذافي. احكي لنا في البداية، لأن أنت كتبت الكتاب طبعا بلغة صحفية بالتأكيد، ولكن هناك لغة روائية جميلة، وأنت بتصف المشاهد أو بتصف أساسا الصدفة اللي أنت ذهبت فيها إلى ليبيا، لأن أنت ما كنتش رايح لليبيا أساسا. ما كنتش رايح أنت ليبيا. كنت رايح السلوم. إيه اللي بالزبط. حصل؟ وانا كنت رايح السلوم على اساس مهمة صحفية نغطي احوال العمالة المصرية العائدة من ليبيا. لكن انا لقيت الجو متاح بالنسبة لي ان انا اتسلل لليبيا مع بعض الناس الى داخل المنطقة، لانه يعني انا اذكر جملة لزين العابدين فؤاد الشاعر الجميل. قال لي مرة لما كان بيحكي لي على تجربته في بيروت وقت ما قامت احداث الحرب الاهلية هناك، قال مفيش مجنون يشوف حرب ويهرب منها. فانا اعتبرت نفسي مجنون وما ينفعش اهرب من الحالة اللي موجودة في ليبيا. اتسللت وشجعت زميلي محمد عبده المصور صحفي معانا في انت ما الحرام. تسللتش كده، لا لا لا، ثانيه واحده، احنا في اي تي شو لازم نقول القصه ازاي جات لك الصدفه. احكي لنا بقى، ومين اتصل بيك، لان هو ليه عشيره في مرسى مطروح. يعني احكي لنا القصه من البدايه، آه. لان انت كنت رايح في مهمه عمل على الحدود المصريه الليبيه عشان تشوف المصريين العائدين من ليبيا في بالظبط. السلوم. لا خلي بالك انا قاري الكتاب كويس. هو يعني انت كده عايز تقول الكتاب كله. لكن هو كانت البدايه الخيط الرئيسي من احد الاصدقاء عرفني بابن عمه لي، ابن عمه في السلوم، لان كنت محتاج ان انا يكون ليا مصدر في السلوم اقدر افهم منه الجو عن البلد، عن العماله المصريه ازاي بيتعاملوا. وانا اعرف ان السلوم بلد صغيره قوي لان رحتها قبل كده. فحجم العماله اللي كان جاي في ذلك الوقت، يعني مثلا كان يجي بال10,000 يوم في اليوم، يعني مثلا بدايه من يوم 18 و 19 فبراير. فعرفني بصلاح هيبه. ده شاب جميل مثقف، وهو بيشتغل مدرس هناك في مدينه السلوم. ورحنا لقينا الجو، قدرنا نعمل التغطيه على العماله العائده والمشاكل. وكتبت قصه كمان مؤثره، المصري توفي يعني الحقيقه انا كان اول مشهد اشوفه عربيه مقلوبه وصاحبها والست بتاعته وثلاث اطفال ملقين في الصحراء، دفاتر وكشاكيل الولاد الصغيرين الاطفال التلامذه، واقلامهم الرصاص واقلام يعني انا حتى خدت قلم الوان من الاقلام اللي احتفظت بيه. انا دايما احتفظ باي شيء تذكار من اي حدث ارصده يعني. وخدت بطاقه المتوفي؟ خدتها لانه كنت عايز اعرف. هو كان مساعد علمي في كليه العلوم اظن او حاجه زي كده، لان إيه؟ كنت في طبرق اظن. طبرق. كنت عايز اعرف مين ده، او احاول ان انا لان ببعت فهيتنشر، فعلى اساس ان يعني اخبار الاهل يعني. وصلاح قدر يسهل لي الدخول مع بعض الاخوه اللي كانوا عاملين قوافل. الحقيقه الجماعه في مطروح قاموا بدور هايل جدا في مساعده الثوار في ليبيا. وانا الحقيقه يعني انا مش عارف ليه تم التعتيم على المساله ديت، ان لولا مصر لم تنجح ثوره ليبيا، لانه مصر فتحت الحدود. ولو لم تفتح الحدود من الجهة الشرقية في ليبيا من حدودنا احنا، ما كانتش أجهزة الإعلام العالمية اللي قدرت تغطي
بس ايمن تونس كان ليها برضو دور كبير جدا ما فيش اعلام داخل من تونس. لا اعلام داخل من تونس ولا قوافل اغاثه دخلت من بس تونس. تونس فاتحه الاغاثه كانت بقوه في الغذاء وفي الملبس يعني. راس جدير، في منطقه الحدود بس. لكن انت عندك ليبيا تعيش على الاستيراد، يعني الانتاج الداجيني والانتاج الحيواني ورؤوس الماشيه قليل جدا، الزراعه قليله جدا. ليبيا تعيش على الاستيراد. ففي الوقت لما قامت الثوره تم غلق ميناء مصراتة، وتم غلق ميناء طبرق، وتم غلق ميناء طرابلس، وما عادش حتى لما قامت الثوره وسقط الشرق سريعا، مدن الشرق في ليبيا ما عادش في استيراد بيجي لهم. يعني انا شفت هناك انه لولا المساعدات المصريه او التي جاءت من بعض الدول من بعض المنظمات عبر مصر، يعني اعتقد كان هيبقى الامر صعب عليهم. وده مش من، يعني احنا ما بنقولش ان احنا بنمن على اخواتنا اللبنانيين، لان ده واجب علينا ان احنا نعمله. طيب احنا هنشوف صورة الكتاب معانا على الشاشة دلوقتي، اللي هو ثورة 17 فبراير والوجه السري للقذافي. لكن عاوز اعرف انت سافرت يوم ايه ليبيا تحديدا؟ ازاي رحت بني غازي؟ ثم بعدها كيف تدفقت في الاماكن الليبية؟ هو سافرت يوم 21 وبيت في السلوم، ويوم 22 كنا في طبرق مع إحدى القوافل. ومن هناك التقطت قائد المنطقة الشرقية العسكرية، اللي هو اللواء سليمان محمود سليمان، اللي هو أصبح الآن حاليا هو قائد الجيش الوطني الليبي. وبدأت بقى يعني كان الثورة مشتعلة في إجدابيا وفي بنغازي، بس أنا كنت حريص على إني أرصد الثورة في المدن الأخرى زي درنا. والقذافي كان قال إنه هناك أحد الجهاديين أو أحد المتشددين الإسلاميين العائدين من أفغانستان عايز يعمل إمارة إسلامية في درنا. فبحثت عن هذا الجهادي اللي هو عبد الحكيم الحصادي، والتقيته وعملت معاه مقابلة. كان برضو في خطاب من الخطب الأولى اتكلم على أنه يجب أن يعدم هذا الضابط اللي فتح مخازن السلاح في مديرية الأمن في البيضة. رحت وصلت إلى هذا الضابط عادل الدرفلي، وبدأت بقى يعني ألقط بعض ما غفل عنه بعض الأجهزة الإعلامية، سواء إذاعات أو تلفزيونات أو صحف. منهم مثلا أول شاهدين في الثورة في ليبيا كانوا من البيضة مش بنغازي، وأول اشتعال للثورة بشكل حقيقي كانت في البيضة. وبعد كده وصلت معاهم. طيب احنا معانا صور تباعا، لان هيكون في قصص دلوقتي مختلفة هنشوفها مع بعض سويا. دي صورتك كنت فين معلش، اللي هي معمر الطاغية؟ دي على بوابة البريجة. البريجة دي مكانها فين من فضلك؟ البريجة غرب إجدابيا 70 أو 80 كيلو. يعني احنا اشهر حاجة بالنسبة لنا بني غازي، طرابلس. هو دي البريجة وراس لانوف أو مثلث النفط، اللي هو من عند يعني البريجة والزويتينة وراس لانوف هو ما يسمى مثلث النفط. والبريجة اللي فيها أكبر حقول أو أكبر مصنع تكرير البترول. وكان دارت عليه عندها معارك كبيرة جدا. البريجة وإجدابيا دي. ايه الصورة دي؟ دي في طبرق. دي في طبرق. دي المدن الاشهر، البريجة والطبرق اللي فيها النفط زي ما انت قلت. لكن البيضة اللي بدأ فيها الشهداء، وانت حتى كتبت هنا فصل عن شهداء البيضة في شهداء البيضة، خنفر وسعد اليمني. البيضة دي تمتاز بايه؟ مدينة ايه؟ فيها سياحة صحراوية مثلا؟ تمتاز بالصحراء الجميلة؟ البيضة ودرنا. منطقة الجبل الأخضر دي منطقة من أروع المناطق اللي في ليبيا، وأجملها شواطئ على المتوسط، وتمتاز بطقس رائع جدا، وتمتاز بجمال الطبيعة فيها. يعني أنا لما شفت البيضة ودرنا وكأني كنت في الشام في لبنان أو في سوريا. الحقيقة إن احنا رصدنا حلقة في الجبل الأخضر وجريمة القذافي، لأنه من أجمل جبال العالم.
ثلاث ارباع الحضاره الرومانيه الرومانية، الاثار موجوده هناك. تاني الجو تاني, خلاب تاني جدا. آثار في العالم الرومانية موجودة في البيضاء. تخيل ان جبل اخضر مساحه كبيره، هواء عليل جدا جدا جدا. ربما تكون نحن نحب دول الشام جدا، لكنها كمان اجمل من جبال الشام، ويعني متروكه كده هوت ل الخواء. يمكن في اشهر مطعم هناك اسمه كهف مثلا، مطعم مشهور لو انت تفتكر. احنا طبعا بنعشق كل الوطن العربي وجغرافيا الوطن العربي. مهمتنا في IT شو ان احنا كمان نكتشف من جديد هذه الاماكن. في فصل مهم في الكتاب، مش عارف بقى ايه، الوسائل الاعلام تحدثت عنه. ايمن السيسي ما حبش بالحس الصحفي ان هو يعديه وهو بيكمل القصص، وموجود في البدايه: الاصول اليهوديه لمعمر القذافي، تحقيق صحفي لايمن السيسي. ايه الحدوته ايمن؟ من زمان واحنا بيصار مسألة ان القذافي له اصول يهودية، ولكن لانه كان يرهب ويعطي، فكثير من الناس ما كانوش بيقدروا يتكلموا بده بشكل علني او موثق. انا لما رحت ليبيا كان في ذهني ان انا جزء من مسألة تغطية الاحداث، تغطية الثوار، مرافقة المقاتلين على الجبهة، اني ابحث في هذه الاصول، هل هي حقيقيه، او هذه الشائعات اللي وصلت الى مسمعي منذ سنوات يعني هل هي حقيقيه؟ لان اذا كانت حقيقيه فهي تفسر كثير من قرارات ومن تصرفات معمر القذافي تجاه مصر وتجاه بعض المناطق او الدول العربيه. بالاستقصاء وجدت من يؤكد هذه المعلومه، وانا هركز عشان وقت البرنامج في اتنين بس، يعني محسن ونيس القذافي، وده من ابناء عمومة القذافي، وكان والده رئيس وزراء في فترة من الفترات، السيد ونيس القذافي، واكد لي انه مسألة ان معمر القذافي امه يهودية دي حقيقة يعلمها الجميع في ليبيا. الثاني هو سيادة اللواء صلاح السعدني، وهو كان أحد أفراد الوفد المصري المكون من 5 أفراد اللي أرسلهم عبد الناصر يوم 2 سبتمبر بعد الثورة بيومين، ثورة الفاتح في 69. واللواء صلاح السعداني كان وقتها بدرجة مقدم، واشتغل كمنسق عسكري بين الثوار في ليبيا وبين مصر، ثم ظل كملحق عسكري ثم كسفير لليبيا إلى أن أنهى مدته هناك في 76. السفير صلاح السعداني قال لي إن هو سمع هذا الكلام وتأكد منه من مكتب العقيد القذافي نفسه في 72 أو 71. بعد 5 سنوات من هذا التاريخ، لما هرب عمر المحيشي رفيق القذافي منه، وكان معاه في الثورة في ضمن المجموعة بتاع الأحرار الوحدويين في ليبيا، أعلن هذا الكلام برضه. لكن الآلة الإعلامية الجهنمية اللي بتستطيع، وهو خادم الحرمين الملك عبد الله ما قال له الكلام ده، قال له أنت يعني في مؤتمر القمة العربي لما حصل تلاسن، قال له أنت الأمريكان اللي جايبينك، أنت مين جابك، أنت عميل. لكن يعني تم التغطية على كل هذه المعلومات. طب هل يعني ان امه يهوديه ان هو له علاقه باسرائيل؟ هناك فرق طبعا كما تعلم ما بين يعني الصهيونيه او الاسرائيليه واليهوديه. يعني في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون بيقول انه يصعب علينا شراء الملوك، ولذلك يجب ان ندفع بقادة لعمل انقلاب لمجيء رؤساء جمهوريات دوت سهل انهم يشتروه. الحاجة التانية انه ما فعله القذافي بداية من العمل على تفتيت الصومال، ان هو اولا ساعد اثيوبيا في حرب اوجادين بالسلاح وبالجنود الليبيين وبالاموال في حربها ضد الصومال. وبعدين التقط بعض قادة او بعض ضباط الجيش الصومالي، جيش سياد بري،
ودعمهم وبقى يوفر لهم التدريب وكل الدعم السياسي واللوجستي والمالي إلى أن استطاعوا في نهاية الثمانينات يسقطوا حكم سياد بري، لتصبح الصومال مقسمة 3 دول بين الجنوب في مقديشو والجنوب وبونتلاند وصومالي لاند. تفتيت الصومال من أكبر الأخطار على مصر، لأنه أنت تعلم أن الصومال هي الشاطئ الشرقي لمضيق باب المندب، ونحن نعلم ما فعلته مصر في حرب أكتوبر من غلق باب المندب، وكذلك محاولات تخريب اليمن، انفصال السودان، وده اللي أعلنه الرئيس البشير حاليا، قال إن هو القذافي كان له دور كبير جدا في انفصال جنوب السودان، ولذلك والبشير كلام على لسان البشير إنه أرسل السودان أرسل دعم لثوار ليبيا في هذه الثورة. كذلك دارفور، معروف أن من احتضن متمردي دارفور لتقسيم السودان، لتقسيم السودان أيوة، هو أول واحد هو القذافي. ده يجرنا لمسألة طرح أو مخطط الشرق الأوسط الكبير. يعني أنت ترى أن القذافي كان عميلا يعني في واقع كلامك؟ أنا أعتقد واستقصاءاتك لأنه وهجومه على مصر من أول يوم 16 أكتوبر في أثناء الحرب، لما كان مصر استعانت ببعض الأسلحة أو ببعض الطيارات منه، هو سحبهم في أثناء الحرب. أنت كمان اتهمته في الكتاب أنه هو بالعكس هو قام بتخريب مصر أو محاولة تخريب مصر. بالظبط. إيه دلائلك على ذلك؟ في حاجات أنا أوردتها وفي حاجات حذفتها لضيق المساحة وعدد الصفحات. في كثير منذ 72 أو من 73 بداية من، يعني هو لما كان هنا في مركز القيادة مع السادات ومع القادة العظام العسكريين المصريين، ورجع لما رفضوا ان هم يطلعوا على بعض المواقف للجيوش المصرية على الجبهة، رجع وفي قاعدة جمال عبد الناصر في طبرق اعلن ان هذه الحرب هي هزيمة لمصر. الحرب لسه ما كانتش انتهت، وبدأ بدأ يعمل حملة تشهير ضد حرب أكتوبر، وإنها تمثيلية وإنها حرب. يعني حتى كان له جملة أنا نقلتها بالنص من مذكرات السفير صلاح السعديني، قال إنه الحرب إذا كانت 67 نكسة فحرب أكتوبر وكسة. طبعا يعني أنت بتتكلم هذا الكلام وينشر في الإعلام ويذاع في الإذاعات، والمعارك مشتعلة، فما تأثير ذلك على الجنود والضباط؟ انت كتبت كمان ان السادات كان خايف منه لأنه ما كانش عايز يطلعه. كان هناك بعض الأسرار التي شعر بها السادات والقيادة المصرية في ذلك الوقت أن القذافي ربما مررها للإسرائيليين. يعني كتبت انت كده في كلام كتير في المسألة ديت، لأنه مسألة الثغرة في كلام، في تماس في المسألة ديت. أنا هم قالوا قبل كده على الملك حسين في الأردن، الملك حسين يعني ودلوقتي أنت بتقول على القذافي. ما هو الملك حسين اتقال عليه وهو عايش، صحيح. القذافي ما كانش حد يقدر يقول عليه وهو عايش، لأنه كان هيصفيه. بس أنا شخصيا لو كنت عرفت المعلومات دي قبل وهو موجود كنت هقول. لكن سيف الإسلام هو تم القبض عليه اليوم وهو موجود. تحليلك إعلاميا لصورة ومشهد القبض على سيف الإسلام بعد كل هذه الملابسات؟ هو خلاص يعني هو يعني أصبح واحد من الجرذان، واصطادوه زي ما اصطادوا أبوه كجرز برضه من ماسورة. هناك أسرار، هل سنتعرف على أسرار عديدة؟ سيف الإسلام مطلع على أسرار والده، يعني وهناك أسرار دولية كثيرة. يعني ما أعتقدش سيف الإسلام عنده ملفات كتيرة، لكن هو ربما يكون عنده بعض الملفات أو بعض التفاصيل لعدة ملفات، ولكن ليس بالعمق اللي كان عند القذافي نفسه. ولذلك قتل القذافي ولم يقتل سيف الإسلام. يعني قتل القذافي كان متعمد. هناك مخابرات شاركت في هذا الموضوع. أنا يعني أعلم أو عرفت معلومة أن إحدى المراسلات الصحفيات أو إحدى الفتيات التي كانت موجودة تحت زعم أنها مراسلة صحفية هي أول طلقة أخذها القذافي منها. القذافي كان يجب أن يقتل، لأنه لو لم يقتل
كان سيفتح ملفات كثيرة جدا. الفرنساويين كانوا خايفين منه. الفرنساويين والامريكان. مم. وانا لا، انا اقدر اقول لك انه قتل القذافي ليس انفعال ثوار، لان انا كنت مع المقاتلين والثوار في اكتر من جبهة اثناء ما كانوا بيقبضوا على بعض الناس، واثناء ما كانوا بيقبضوا على المرتزقة الافارقة، وكان عندهم حالة من الغيظ الشديد جدا، ولكنهم لم يقتلوا احد. انا شفت معانا صور خلينا في صور خلينا تانية. نحلل واحنا معاك. اتفضل. فقتل القذافي ليس انفعال ثوار، ولكن توجيهات أجهزة للتخلص منه، لعدم فتح ملفات. استاذ سيد شلبي بس ينقل لنا الصور الله يخليه هنا اهوت عشان نرى تباعا الصور الموجوده، خصوصا كمان ليك صور مع الثوار انا مغمض من البرد. ابن عمر المختار في كمان. صورة تانية مع سي محمد الشيخ محمد. طيب خليه بيجهز لنا الصور. ده صورتك مع ابن عمر المختار. ده سي محمد المختار، واحد الاجلاء في ليبيا طبعا. لكونه هو راجل محترم، ولكونه ابن شيخ المجاهدين العظيم الراحل عمر المختار. نعم. خلينا تباعا ايضا نرى المزيد من الصور لك في الميدان مع الثوار الليبيين وحواديت ليبيا. انت مشيت ليبيا من الشرق الى الغرب تماما ولا وصلت لحد فين؟ الى بشر. قبل سرت ب 70 كده، كنت بجرب البندقية احد ودي من احدث مغامر انت ده يعني. على فكرة انا كنت بصور بيهم بس ما بضربش يعني. دي تقيلة جدا على فكرة، البندقية دي ثقيلة جدا يعني. يعني احنا طبعا المشكلة الابرز دلوقتي ونحن نرى الصور تباعا ان كيف يتم جمع هذا السلاح ثانية حتى لا تحدث اي ازمات داخلية. هل ثمة مخاوف ايمن ان يحصل اي عنف داخلي، السلاح ما يسلمش في ليبيا، تقسيم ليبيا؟ رد على هذه المخاوف. والله هو اولا جمع السلاح، يعني اعتقد انه من الصعب جدا جمع. يعني مدفع زي ده انا شفت ناس فككت وخزنت كثير من الاسلحه. يعني انا شفت اسلحه بكم لم اره في حياتي، يعني كم من الاسلحه يعني كم وكيف، يعني عدد وتنوع. هذه المساله خطيره جدا وصعبه جدا في ليبيا. الى ماذا سيجر هذه البلاد الله اعلم، لكن هناك مساله التقسيم وارده. ولذلك الناتو، انا كتبت حتى من الرسائل اللي بعتها مبكرا في الاهرام في ابريل او في مارس وقتها، قلت انه تباطؤ الناتو هل هو لحمايه المدنيين ام لتقسيم ليبيا؟ مساله التقسيم الى الان مساله وارده، ونتمنى الا تحدث يعني. يعني سؤال التقسيم ده لا يطال ليبيا فقط، يطال ليبيا، سوريا، البعض الان ايضا يشير الى مصر. لا مصر لا. لا 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 مصر لا، مستحيل يعني. لا اعتقد. هو مصر يستطيع ان يخلق لك بعض المشكلات، يعني يقض مضجعك زي ما بيقال يعني، لكن لا يستطيع تقسيم مصر، لان مصر دولة طول عمرها دولة معروفة، يعني منذ ان خلق الله الارض ومن عليها وبدأ تكوين الدول في العالم، مصر هي دولة من الشلال الثالث الى رفح، ومعروف حدودها من السلوم الى حلال. بس لازم برضو يبقى عندنا وعي. لا لازم يبقى عندنا وعي طبعا، لان التاريخ فقط يعني. المنطقه كلها معرضه لزلزال، والزلزال بدأ من العراق، وفي ناس كتبت وفي ناس نبهت لده. الزلزال بدأ من العراق ووصل على السودان، وبدأ من الصومال، يمكن من قبل العراق بشويه يعني. فلكن اعتقد انه مصر عصية على التقسيم، لان احنا شعب واحد، ده حقيقة يعني. انت بتتكلم في شعب واحد باختلافه العرقية، بعض الاختلافات العرقية البسيطة جدا والتي لا تذكر قوي، وبعض الاختلافات العقائدية. حتى احنا دينيا عندنا مسيحي واسلامي، غير سوريا مثلا. سوريا انت عندك دروز، عندك عبدة سليمان المرشد المراجدة، عندك لا نتمنى تقسيم اي دولة عربية، مش مصر بقى فقط. والوعي وسؤال الوعي مطروح استاذ ايمن ده. لكن هو يجب ان ننتبه، يعني زي ما سيادتك اتفضلت وقلت ان احنا يجب ان ننتبه، لان هو المسألة في طوفان، في تسونامي بيجري في المنطقة.
طيب انا عاوز اعرف، وانت كنت بتركب العربيات النص نقل اللي امامنا على الشاشه دي؟ اه طبعا. ها؟ يعني أحياناً المشاهد دلوقتي يشوف عشان ننتقل مع الثوار. بالمناسبة اليوم ده مم. كان يوم صعب جدا، وكان البرد فيه يعني احنا كنا طبعا في مارس، في اول مارس، مم. وبرد الصحراء قارس. ولذلك حتى انا قلت لهم يا اخوانا ولعوا لنا شويه شايفين نار، في حطب عشان على الجنب يعني الصورة يعني. قعدوا يدوروا على حاجات كده عشان يولعوها نتدفى ونشرب شاي. طيب اخيرا ونحن نختتم هذه الفقره حول كتابك ثوره اخيرا 17 احنا مش عايزين نختار فبراير والوجه السري للقذافي، ما هي الاسرار الاخرى اللي انت كشفتها في هذا الكتاب حول القذافي؟ هذا اللغز عاش لغزا ومات لغزا ايضا. هو منها، من ضمن طبعا هو اصوله اليهوديه دي من اخطر ما قيل، او من اخطر ما توصلت اليه. ايه تاني؟ مساله تغييب الامام موسى الصدر. و... وليه؟ يعني هو في ذلك الوقت هذا الرجل كان رجل عظيم، كان له دور في توحيد المقاومه في لبنان، في نفس الوقت اللي كان القذافي بيدعم كل الحركات المسلحة في لبنان، من اليمين إلى الأقصى إلى اليسار الأقصى، من الموارنة إلى الشيعة والفلسطينية. مسألة الإمام موسى الصدر، هل لا زال عايش؟ والله عايش يعني أنا الإمام موسى سمعت الصدر؟ أكتر من رواية هناك في ليبيا الحقيقة، وكنت مهتم، لأن أنا يعني هذا الرجل حبا عظيما، يعني لأنه من الشخصيات التي لا يتكرر حدوثها في التاريخ يعني. وكان يعلو على الطائفية، يعني موسى الصدر كان يعلو على الطائفية، واستطاع أن يحقق كثير جدا، وكان هيحقق كثير نعم. للبنان. لكن المعلومة غير واضحة، هل هو لازال حيا أم ميتا؟ يعني في كلام، أنا لأني سيف سألت، الإسلام ممكن يكشف عن الموضوع دوت. أعتقد سيف بقى ده من الملفات اللي ممكن سيف يكشف عنها. لكن هل كشفت أنت لماذا تم اختطاف الإمام موسى الصدر من قبل القذافي؟ ما توصلت إليه قليل الحقيقة، لكن في مفاجآت يعني في الكتاب، احنا مش عايزين، ما فيش وقت ان احنا نقول للناس، لكن في ما توصلت إليه مفاجآت في مسألة. تعمل لنا تشويق أنت. يعني لا، هو لأنه الوقت لن يتسع، لأنه أنا سارد إن مين العميل الفرنسي والعميل الإيطالي اللي راح، وازاي اتسجن، وازاي جابوه من فرنسا، وازاي وراح الجزائر، وازاي يعني كان في احداث كتيره. اعتقد ان الوقت هيضيق. ليبيا بالنسبة لك خلاص خلصت الرحلة الصحفية بالنسبة لها، ولا تحتاج إلى رحلة أخرى؟ والله بعد ما نيجي من سوريا بقى يبقى سافر سوريا إن شاء الله. يعني موضوع سوريا ليس سهلا، ونتمنى لكل الشعوب العربية أن تحقق الحرية ثم ديمقراطية والاستقرار، مهم جدا، ولابد أن نتكاتف والاستقرار، جميعا وان تنتبه لما يخطط لها في الغرب، بالوعي والتعليم والتسامح والحب، بل المحبة أيضا. نعم. الكاتب الصحفي أيمن السيسي، الصحفي الاستقصائي الذي دائما يدهشنا برحلاته الاستقصائية، دائما يذهب إلى الدول المهمشة والناس المهمشين في والحروب. الوطن العربي، وأيضا إلى الحروب. أنت بتحب الحروب ولا بتخاف منها؟ يعني لا، انا لا، يعني انا كاتب جمله هنا مش عارف حد او حالي بيها، انا لا احب النجاه من الموت، وللاسف هو ما بيصادفنيش، رغم انه يتقافز حولي، لكن وهو الصحافه الحقيقيه، اعتقد ان الصحافه الحقيقيه انها يجب ان لانه انا لو ما نزلتش ولمست الارض الواقع مش هقدر ابقى عندي المعلومه الحقيقيه اللي اقدر اتكلم عليها. أسعدتنا بهذا الكتاب، ويعني ننصح المشاهدين بقى أن هم يستمتعوا بالجو الروائي، ويعني الإبداع في طريقة إبداعية مكتوبة بهذا الكتاب. شكرا جزيلا كاتب الصحفي أيمن السيسي، نورتني في IT شو. شكرا. ومشاهدين، 19 نوفمبر 2011 القبض على سيف الإسلام أو ابن القذافي، الذي توعد الليبيين في البداية أنهم جرذان وأنه سوف يدحرهم، لكن الثوار الليبيين قبضوا عليه بين الجبال الليبية وعلى الحدود الليبية الخاصة بدولة النيجر. انتهت حلقة اليوم من IT شو. يعني الأجواء النهاردة كانت مفعمة في البداية بالابتكارات والتكنولوجيا الخاصة بتوفير طرق جديدة للحصول على
اعمال مختلفه، اعمال اداريه مختلفه، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا كشباب نريد ان ندخل مجلس الشعب بنفكر لمصر الجديده بطريقه مختلفه اللامركزيه. ثم عرجنا ايضا على كواليس ليبيا، كواليس القذافي، وتم الكشف العديد من الاسرار حول ان القذافي له اصول يهوديه تماما كما استضافه جدته في القناه الثانيه الاسرائيليه. غدا موعدنا ان شاء الله في 8:30. الى اللقاء.